السلام عليكم، معاكم سلوى محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله وفضل الله هنعمل صينيه الرقاق اللحمه المفرومه. هنعمل صينيه الرقاق مقرمش من بره وطري من جوه، ومورق. وهنقول سر التوريق او سر ان الفطيره الرقاق بتاعنا يبقى زي الفطيره، طري من جوه ومورق ومقرمش من بره، هنقوله واحنا بنشتغل. كمان صينيه الرقاق دي بهديها لغاده صاحبه بنتي عشان بتحب الرقاق بتاعي قوي، وبتقولي الرقاق بتاعك ما حصلش يا طنط، فانا بهديهولها. وكل العرايس والبنات اللي زيها يا رب يعمروا بيوتهم ويعملوا فيها، وكل عام وانتم بخير وعيد سعيد علينا كلنا جميعا يا رب. قبل ما تنسوش الاشتراك في القناه واللايك الجميل وتعليقاتكم الجميله. قبل ما نبتدي هنسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. هنجيب طاسه ونحط فيها حوالي 3 معالق زيت كده، وما نكترش عشان اللحمه بتاعتنا اوريدي بيبقى فيها دهن. وهنجيب حوالي نص كيلو بصل، لان احنا هنستخدم نص كيلو لحمه، فالبصل قد اللحمه. تمام. وهنقلب الزيت كده في البصل كده مع بعض عشان ريحه البصل تروح. وبعد كده اروح حاطه اللحمه بتاعتي على على في الطاسه على البصل. لو انت حابه، انا حاطه نص كيلو بصل، دول هيعملوا ان شاء الله، هيعملوا لي صينيه مقاس 32 وخد منهم حته كمان. ممكن انت تعملي صينيه 28 وتعملي صينيتين. ولو حابه تزودي الكميه شويه ممكن تحطي فلفل الوان، بس انا عندي هنا بحبوش فلفل الوان مع ولا الرقاق ولا الجلاش. فبيحبوا طعم اللحمه يبقى ظاهر، ما فيش حاجه تاثر على تاني. لكن اللي بيحب عايز يزود الكميه وبيحب الفلفل الالوان مع اللحوم يزودها. المهم انك تبجري بخاطر ولادك وتفرحيهم وتاكليهم وتفرحيهم في اليوم دوت. ولو جالك ضيف وجالك حماتك ولا جالك امك برضك، تكوني تعملي حاجه تشرفك كده، وحاجه تفرحي بيهم حبايبي. وباب جبر الخواطر من باب دخول الجنة، يعني اي حاجة هتعمليها زي كده ده باب جبر خواطر، سواء لولادك لقرايبك لاي حد هيخش عليكي وانت عاملة غدا حلو كده، ده باب من باب جبر الخواطر. بس يا حبايبي، وتقلبوا بقى البصل كده مع اللحمه بتاعتي كانت ما فكتش قوي، بس مع التقليب هتفك، هي ما فيش اي حاجه مشكله بالنسبه لنا. يعني لو لحمه عندك مجمده مش هتقولي مش هعمل عصاج، لا، حطي البصل وحطي اللحمه فيه واتكلي على الله وهي هيفكوا مع بعض ومع التقليب. هنحط بقى البهارات بتاعتنا بعد ما خدوا بقى تقلبتين مع بعض. كزبره، فلفل اسود، بهارات لحمه نص معلقه، وربع معلقه من كركم، وربع معلقه من حبهان على ورق لوري او حبهان بس. تمام. حبهان مع ورق اللوري كمان بيخلي اللحمه المفرومه ريحتها في حته تانية خالص. جيبي كده من العطار ب50 جنيه حبهان او ب30 جنيه زي ما هيديك، عشان الحبهان غالي. وتجيبي معاه بتاع 10 او 15 جنيه ورق لوري، وتطحنيهم مع بعض في الكبه وتحطيهم في برطمان وتستخدميهم مع اللحوم، وهتدعيلي ان شاء الله. وهنقلب كده مع بعض كده لحد ما اللحمه بتاعتنا، البصل هو بينزل ميته مع اللحمه فهيسودنا اللحمه. تمام. هنقلب مع بعض وكده لحد ما شاء الله اللهم بارك اللحمه بتاعتنا والبصل بتاعنا يستوي، ويبقى عملنا احلى عصاج. تستخدمي بقى في رقاق، في جلاش، في مكرونه بالبشاميل، في كوسه بالبشاميل، في اي حاجه عايزه عصاج، هو نفس الطريقه دي مش هتختلف. تمام. بس كده طفينا عليه البوتاجاز. نيجي بقى عندنا لفه رقاق، انا مش هستخدم منها غير 8 رقاقات بس. وجيب الشوربه بتاعتي بقى، شوربه لحمه دسمه كده، وهطعمها بقى بحته سمنه بلدي كده او اي سمنه عندك كويسه. تمام. الموجود عندك، ما تقوليش لازم التزم، لا، الموجود عندك هو هيخلي حاجه زي الفل. وهنجيب صينيه اللي هي مقاس 32 وهندهنها بالزيت او السمنه اللي انت عايزاه. تمام. بس لو انت عايزه الرقاق ما يبقاش دسم قوي، ممكن تستخدمي زيت نظيف، او بفضل زيت الذره، وطعام الشوربه زي ما قلت بحته سمنه، واللحمه اصلا فيها دهن، فهي اصلا هيبقى طعمها حلو، هتطعم بالرقاق بتاعنا. اول رقاقه اهي ادينا اهو بنسيبها بالشوربه. ومفروض بقى ان انا مع كل رقاقه، انا ما جاتش الحته دي في التصوير، بتدهني دهنه سمنه على زيت، سمنه بس، زيت بس اللي عندك واللي انت حابه تستخدميه. تمام. اهو انا مستخدمه زيت ذره
بين الصواني. فاللي حابب يحط سمنه على زيت، اللي حابب يحط زيت ذره زي بس او اي زيت نضيف عندك. المهم ان الدهان ده بين كل رقاق ورقاق بيخلي الرقاق بتاعي متورق. تمام. وبعدين انا لقيت الرقاق كسرت مني، هرميها؟ مش هرميها، هنظبط ونرقعها كده وهتبقى زي الفل. حطيناها اهي. الشوربه بتاعتك تكون فوق الدافيه بشويه، يعني سخنه لكن مش بتغلي، عشان الرقاق ما يتهريش، وفي نفس الوقت تبقى الرقاق ماسكه نفسها، وفي نفس الوقت تتشرب بالشوربه بتاعتي وتتطعم بالشوربه. تمام كده، تمام زي الفل. انا بقى عشان هحط اللحمه دلوقتي وفي بيبقى فراغ بين، عشان الصينيه كبيره شويه، فحطيت قطعه من الرقاق بيبقى مكسور عندك الصينيه. واديك اهي اهو الحاجات اهو، دي جت صورت فيها اهو. دهنت الزيت او السمنه على زيت او السمنه بس اللي انت حابه تحطيه. احط بقى اللحمه بتاعتي كده، احط الطبقه كويسه اللي انا عايزه احطها. انا قلت لكم حطيت الكميه بتاعتي كويس، وفات حته كمان صغيره، واللي حابب يعمل صينيه 28 ممكن يعمل صينيتين، لو عدد الاسره عنده كبير. تمام. خلاص كده بقى الشوربه لو لقيتها بردت اسخنها تاني. ماشي. واجيب بقى بعد كده انا حطيت 4 رقات، لو حبيتي تحطي 5 بتبقى القطعه سميكه شويه بس بتبقى مشبعه، لكن انا بحب القطعه كده تبقى على قد القطمه، بتبقى اطعم. لكن في ناس كتير بتحب اللي هي 5 رقات من 5 من فوق، اللي انت شايفاه ويناسبك ويناسب ظروفك اعمليه. المهم ان نقول نعمل الحاجه بنيه بحب وبنيه كويسه وبنيه جبر الخواطر. تمام اهي. عايزه اداري اللحمه بقى اللي عندي كده عشان الصينيه بتاعتي مظبوطه، اجيب من الرقاق المكسر عندي واظبطها. لكن لو انت عملتي صينيه 28 هتبقى الرقاق بالظبط، وممكن 30 كمان. يعني ساعات تلاقي رقاق كبيره ورقاق صغيره، بتبقى على قد الصينيه بالظبط، مش هتعمل لك مشكله، هتحطيها وخلاص. اهي بردك دهنه الزيت اهي او السمنه على زيت اهي. ما شاء الله، اللهم بارك. احط بقى الرقاقيه بتاعتي، وافضل بقى اظبط الدنيا بقى عشان دي اخر رقاقه. اجيب بقى حته بردك من الرقاق المكسر عشان دي اخر رقاقه، تبقى اكنها كلها كده زي بعضها، رقاقه كبيره بس وزي الفل. بقى نجيب بقى الحاجه اللي بتخلي الفطير بتاعنا او الرقاق بتاعنا اكنها فطيره مورقه وطريه من جوه ومقرمشه من بره. القشطه بقى، قشطه وش اللبن اللي عندنا اللي بنحطها في الفريزر اهي ما شاء الله. ولو ما عندكيش قشطه حطي بقى معلقه سمنه كده من على الوش وخلاص. بس القشطه بقى بتخليها في حته تانية خالص، وريحتها بتبقى كده ما شاء الله، اللهم بارك. هي صينيه الرقاق دسمه طبيعتها، عشان كده فضلت الناس تستخدم زيت ذره في التوريق، ان بدي من كل صينيه وصينيه عشان ما تبقاش سمنه مع قشطه مع معلقه السمنه اللي حطيتها في الشوربه، فالموضوع هيبقى دسم قوي وتقيل على المعده قوي. بس يا حبايبي هو ما شاء الله هنولع الفرن على درجه 200 درجه مئويه، ونحطها في الرف الوسطاني. واول ما تحمر من تحت، لو ما اتحمرتش معاكي من فوق ولعي الشوايه. بس انا الحمد لله الفرن بتاعي حمرها من تحت ومن فوق في وقت واحد. اهي اللهم صل وبارك، طلعت صينيه الرقاق الله اكبر، عروسه هي، الله اكبر ما شاء الله، اللهم بارك. طريه ومقرمشه من بره، وريحتها بقى كده مفحفحه، وطعمها كمان بقى ما اقولكمش تحفه. الف هنا وشفا. عشان كده غدا صاحبه بنتي بتحب الرقاق بتاعي قوي، ربنا يخليها يا رب هي وبنتي يا رب ويسعدهم. بس اهو ما شاء الله، اهو الرقاق بتاعنا اهو ما شاء الله، شايفين مورق ازاي؟ شوف التوريقه كأنك عامله فطير ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. الف هنا وشفا، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا حبايبي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اهم حاجه الدعوه الحلوه، واللي ما اشتركش في القناه يشترك، وشيروا لحبايبكم واصحابكم، ودوسوا على زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد، ولايك الجميل وتعليقاتكم الجميله، ولو برمز عشان تحسوني القناه بتاعتنا تنجح وتستمر ان شاء الله. بحبكم في الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.